حسيتي قبل كده ان بطنك بتتنفخ فجأة او ان بيجيلك مغص شديد فجأة من غير اي سبب؟ وطبعا قلتي يمكن اكلتي حاجة غلط. هو ممكن فعلا، بس مش دايما الاكل بيكون السبب في ده. في حاجه اسمها القولون العصبي او الاي بي اس، وده نوع من انواع اضطرابات الجهاز الهضمي، ملوش حتى الان سبب واضح في الاعضاء نفسها، بس الدراسات لقت ان في رابط مباشر ما بينه وما بين القلق والتوتر، واللي بيكون بيأثر على الجهاز العصبي واللي بيسموه جات برين اكسس. فممكن القلق والتوتر والزعل النفسي يأثر على الجهاز الهضمي، بس الاكل برضه ممكن يعمل ده. في اكلات بتزود مشاكل القولون، وده زي البقوليات مثلا، او الكافيين الكتير، او الاكل الحراق، او الاكل المقلي، او منتجات الالبان عند الناس اللي عندهم حساسيه منها. فالحل اننا نقلل من كل ده ونعمل كام حاجه كمان عشان المشكله دي ما تحصلش، زي اننا نتحرك يوميا 20 دقيقه مثلا ونتابع تنفسنا، لان التنفس السريع بيشد عضلات البطن وده بيزود الاعراض. او ممكن تبداي تكتبي مشاعرك في نوت عندك كنوع من انواع الفضفضه علشان ما نفضلش متضايقين. مشاعرك مهمه، فصاحبي نفسك وما تلومهاش. عرفيني في الكومنتات بتتصرفي ازاي لما تكوني متضايقه من حاجه. انا سوريا الألفي، اخصائيه تغذيه. ما تنسيش تعملي فولو عشان تعرفي ازاي تعيشي بصحه، مش مجرد بتعملي ده.